النهاردة هنتكلم عن جريمة جديدة. الجريمة دي مش بتحتاج سلاح ولا عصاية، الجريمة دي بتحتاج كيبورد. التحرش الإلكتروني، أيوة التحرش الإلكتروني. الجريمة دي بتبتدي بقلب أحمر وبتنتهي ب4 أيام استمرار. هل اللايك ممكن يكون تحرش؟ طب الكومنتات؟ طب البوست اللي فيه غزل؟ كل دي علامات استفهام محتاجة لأجوبة. تعالوا مع بعض نشوف القانون بيقول ايه. القانون المصري فعلا بيعترف بالتحرش الإلكتروني، وده موجود في قانون مكافحة جرائم المعلومات رقم 175 لسنة 2018. لو حد بعتلك رسالة أو إيحاءات جنسية أو رسائل فيها حاجات مضايقاكي، من حقك طبعا إن أنت ترفعي على قضية. بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، مش كل لايك جريمة ولا كل كومنت فيه حبس. وأنت عايز أقول لك حاجة واحدة، قبل ما تبعت قلب اسأل الأول، وافتكر كويس إن القانون بيحب العاقلين مش المزعجين. وإيموجي النهاردة ممكن يكون محضر بكرة. تصبحوا على خير.